خد بالك وانت بتصلي الفجر ما تصليش كده وخلاص، لا صلي زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي سنة الفجر اللي هما الركعتين اللي انت بتصليهم قبل صلاة الفجر. خد بالك سيدنا محمد قال ان ركعتين سنة الفجر دول خير من الدنيا وما فيها. انت متخيل ان ركعتين بس اللي انت تصليهم دول عند ربنا سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها. فوانت بتيجي تصلي ركعتين سنة الفجر دول صلي زي سيدنا محمد. سيدنا محمد كان بيقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثانية كان بيقرأ سورة الإخلاص اللي هي سورة قل هو الله أحد. عود نفسك لما تيجي تصلي الفجر صلي سنة الفجر واقرأ زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في سنة الفجر. سيدنا محمد لما كان بيصلي الفجر ما كانش بيقوم كده يمشي على طول، لا كان بيقعد نفس القعده اللي هي بتاعت قعده التشهد دي، وكان بيقول الذكر ده اللي هو ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. كان سيدنا محمد يقول الذكر ده 10 مرات بعد صلاه الفجر. انت عارف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لو انت قلت كده بعد ما تصلي الفجر على طول وانت قاعد بنفس القعده بتاعت التشهد ربنا سبحانه وتعالى يديك 10 حسنات ويمسح من عندك 10 ذنوب انت عملتهم. وخد بالك طبعا ما تنساش ان الحسنه ب10 امثالها. فبعد ما تخلص صلاه الفجر ما تمشيش على طول، لا استنى قول الذكر ده 10 مرات. خليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده، علشان سيدنا محمد قال ان الدال على الخير كفاعله. واوعى تنسى ان انا عموره اللايف كوتش بتاعك.